وصفة اليوم حلوة كتجي رائعة خطيرة في المذاق، لذيذة، واللي داقها عندكم غادي يسولكم على سر الهشاشة ديالها وسر لذتها. الطريقة ديالها جد سهلة، فخليكم مع الفيديو. في اناء وضعت 500 غرام ديال الزبده، انا استعملت هذه ديال البواطه، ممكن تعوضوها بالحيوانيه كتعطي مذاق افضل. ضفت ليها 2 ساشي ديال الفلون كراميل و2 ساشي ديال الفاني و16 قطعه الفرماج المثلث ورشه ملح. خلطت المكونات مزيان حتى اندمجوا مع بعضياتهم وحتى ولا الخليط ديالي كريمي بهذا الشكل. من بعد بديت كنضيف الدقيق بالتدريج وانا كنجمع غير باطراف الاصابع، ما كندلكوش العجين حتى كنتحصل على عجينه اللي كتكون رطبه ومرخوفه، ما تقصحوهاش وفي نفس الوقت ما تخليوهاش جاريه. هذا الخليط هز لي 740 غرام ديال استعملوا الدقيق اللي يكون ممتاز، يعني نوعيه جيده الخاص بالحلويات. من بعد ما الخليط ديالي خدا قياسو ديال الدقيق، مسحت سطح العمل وكناخذ شويه من العجين وكنشكل العجين ديالي على شكل حربول، وكنقطع الحلوه ديالي على شكل سيجار هكذا، يعني متوسط الحجم، ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق وفي نفس الوقت ما يكونش طويل. انا فضلت هذا الشكل لان الطريقه ديالو سهله ودغيا كيوجد. ممكن تكوروها يعني ديروها دائريه. من بعد ما كملت التشكيل ديالها دخلتها للفران اللي كيكون سخون من قبل، النار من الاسفل وتكون مهيله حتى كطيب من التحت، كخليوها طيب على خاطرها، عاد كنشعل عليها من الفوق كتحمر وكتاخذ هذا اللون. من بعد خديتها كنغطسها في الشوكولاط الابيض وفي الفويتين. بالنسبه للفويتين ما تكثروش باش ما كتغطيوش الشوكولاط الابيض، هكذا كيجي المنظر ديالها جميل. الا كانت مغطوسه كلها في الفويتين ما كتجيش جميله، يعني كيتغطى داك الشوكولاط الابيض. وهذا هو الشكل ديال الحلوه ديالي بعد ما كملتها، كتجي رائعه وكيجي المذاق ديالها زوين، متاكده غادي يعجبكم. وكتخرج كميه معقوله. بالنسبه لهذه الكميه اللي درت خرجت ليا 140 حبه. انا ضاعفت الكميه، ممكن ديروا غير نصف الكميه، يعني ديروا 250 غرام الزبده و8 ديال الفرماجات وساشي ديال الفاني وساشي ديال الفلون كراميل. الى عجبكم الفيديو خليو لي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم. الا كنتو باقي ما مشتركينش في القناه اشتركوا وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وكنشكركم على المشاهده ومع السلامه حتى الوصفه قادمه ان شاء الله.